بس هو وينك واحد ينطي هدية 200,000 طن حنطة؟ سلمت الحدود السورية 220 ألف طن من القمح هدية من الحكومة العراقية دعما للشعب السوري، مقدمة كهدية من الشعب العراقي إلى الشعب السوري، كهدية إلى الشعب السوري لموقف الأولى المكونة من 39 شاحنة محملة بالقمح إلى محافظة دير الزور. دازين 220 ألف طن قمح حنطة السوري. لعنة أمون عليكم، لعنة أمون عليكم، أمون لن يغفر لكم أبدا. لا باعتبار الجولاني عنده مواقف حلوة ويانا، وسبق ودخل بلدنا ووقف ويانا بمحنتنا، وكان بنفسه يسوي لنا ادوات فكرية تحث شبابنا على بناء بلدهم وتطوير قدراتهم. غير انه من استلم الرئاسة السورية اليومنا هذا ما يقعد بمكان الا ويجيب طاري بلدنا بالخير والشكر والعرفان. رغم أن العراق بلد نفطي وفيه إمكانيات هائلة، إلا أننا اليوم نجد أن أكثر من ثلث شعبه مهجر في الخارج. الدمار والهدم والتراجع ونسبة الفقر والبطالة نسبة كبيرة جدا. ايه بعد اخوي ما وصيك ظل سبينا واحكي علينا وانتقدنا، حتى كل فترة ندز لك بس 220,000 طن حنطة. ودير بالك تصير زينة ويانا وتذكرنا بخير وتمدح العراق، لان انت تسب وتغلط ويدزوا لك هاي الكميه العملاقه، فشلون اذا تمدحنا؟ يمكن حتى وزاره الزراعه كلها يسجلوها باسمك. احنا ايش قد ننتج؟ اوكي 6.5. طيب 6.5 مليون. طيب طينا 50,000 من 6 مليون ونص. طيب كلها تونس. يعني هو اللي عنده فاضي يقوم يطشر بيه، غير ينعكس واقع بالبدايه على بلده. ليش يسطحين بالاسواق ب 35,000؟ اذا عندك فاضل المفروض يصير ب 5,000 مو؟ وهم اجي وياك ال 50,000 على ال 220 يصير 270,000 طن مقابل ال 6 مليون لا شيء. بس قابل هو الحكومه من جايبتها 220,000 طن. احسبها الدولة العراقية تشتري ما تشتري من السوق العالمي من الفلاح العراقي، لأن عندنا اكتفاء احنا، تشتري من الفلاح ب 850. اضرب ال 220 ب 850 شوف ايش قد تطلع له بحدود ال 190 مليار. 190 مليار ضيف لها. انت القمة العربية الخسارة اللي عليها جاوزت ال 250 مليار دينار. هاي صار لنا 440 مليار، واللي اذا ردنا نستثمرهم بالتعليم فيبنى 225 مدرسة. أمون لن يغفر لكم أبدا. بس بما انه هاي الحنطة راحت للعلويين المظلومين اللي بالساحل السوري، تولي المدارس بخيرها. هدية مقدمة من الشعب العراقي إلى الشعب السوري. يتم الآن تفريغ هذه الشاحنات في صوامع مدينة إدلب من قبل إدارة مدينة إدلب التابعة للحكومة السورية. ما سمعت. لوين الحنطة راحت؟ في صوامع مدينة إدلب. إدلب هاي مو نفسها المدينة اللي كل ما تتجمع يتوعدون بينا ويقولون تخسفنا بك كربلاء، تخسفنا بك كربلاء، تخسفنا بك كربلاء. زين وهسه من بعد ال 220,000 طن هدية من كلاب كربلاء، شنو موقفهم؟ بقى هذا شعارهم؟ هي ال 220 شاحنة حنطة جزء يسير وبسيط من الشيء اللي راح تدفعونه وانتم صاغرين. أفضل رد يناسب هذا الموقف هو: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا.